بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم في برنامجنا يشارك فضيلة الشيخ علي محي الدين قرداغي، عضو والرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بكم شيخ، قد شرفتمنا بزيارتنا هذا. الكلام اليوم في برنامج هذا يكون حول مؤتمر الدولي الديني التي كان بالأمس في مغاز. صحيح. ونبدأ أولا أريد أبدأ كلامنا عن حقيقة دعوة الإسلام. ما هي حقيقة دعوة الإسلام وبماذا جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم أولا بتحية الإسلام، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما ننظر ونتدبر في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وسيرة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا بوضوح أن هذا الدين الإسلام قد جاء لأجل إنقاذ الإنسان وإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والإلحاد إلى ظلمات التوحيد والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، من ظلمات الجهل والتخلف إلى ظلمات العلم والحضارة والتقدم، من ظلمات الظلم والاستبداد والديكتاتورية إلى نور الحرية ونور العدل ونور البيان. فلذلك إسلام رسالته لخصه الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للإنسان بإنقاذه في الدنيا من كل الاضطرابات والمشاكل النفسية، وكذلك من المشاكل الاجتماعية ومن المشاكل الاقتصادية، وكذلك في الآخرة من النجاة من النار إلى الجنة وإلى رضاء الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة شاملة، وهذه الرسالة شاملة لإنقاذ الداخل أولا، وإصلاح الداخل الذي يشمل 4 أشياء أساسية: إصلاح الروح بحيث تكون روح الإنسان عالية لا تكون هابطة أو نازلة، وإصلاح قلب الإنسان يكون قلبا سليما لا يكون قلبا حاقدا أو قلبا كارها، قلبا واسعا يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الصالحين ويحب الناس أجمعين أيضا. وكذلك إنقاذ نفسه من النفس الأمارة بالسوء ومن النفس الشهوانية وحظوظ النفس إلى النفس اللوامة، إلى النفس الراضية بالله سبحانه وتعالى، إلى النفس المطمئنة بقضاء الله سبحانه وتعالى، إلى النفس السوية كما يقول علماء النفس، نفس سوية متوازنة متزنة. كذلك إخراج العقل من الركود والجمود إلى التجدد والإبداع وغير ذلك. هذا في الداخل. ثم إنقاذ الخارج من حيث العقيدة ومن حيث السلوك ومن حيث العمل، بحيث يكون هذا الإنسان صالحا في أعماله وتصرفاته، مصلحا ومصلحا للمجتمع، صالحا في نفسه ومصلحا للآخرين للمجتمع، ومعمرا لهذا الكون في ضوء منهج الله سبحانه. هل يقتصر تصليحه للمجتمع الإسلامي فقط أو الله رب العالمين كما قلنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعدين هذه الرسالة جاءت للناس جميعا، يعني آيات كثيرة: إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لكل العالم. وبالمناسبة حينما كانت الأزمة المالية العالمية عام 2007 أو 2008 ولا زالت مستمرة، فأنا حقيقة دعيت إلى فرنسا
لمقابلة وزيرة الاقتصاد الفرنسي والمسؤولين الفرنساويين، فهناك حقيقة التقينا بكبار المسؤولين حول المخرج والاستفادة من الاقتصاد الإسلامي، وأنا كخبير اقتصادي في هذا المجال. حتى يعني المسؤولون الكبار ومنهم طبعا وزيرة الاقتصاد سألوا قالوا: هل معنى إذا نحن استفدنا من الاقتصاد الإسلامي أننا أصبحنا مسلمين؟ قلت: لا أبدا، هذا يعني رحمة، أنتم ممكن كما نحن استفدنا من علومكم فأنتم مستفيدون، ممكن تستفيدوا من اقتصادنا، وكما استفادت الحضارة الأوروبية أساسا استفادت من منهجنا التجريبي. كانت حقيقة أو أوروبا ما كان شيء عندها حضارة، كانت في جهل، استفادوا من منهجنا ومن علومنا. فقال: إذن ممتاز. حتى قالت هي الآن رئيسة أو مديرة صندوق النقد الدولي، قالت: إذن إحنا نريد أن تساعدونا باقتصاد لا يكون فيها غرر أي جهالة وقمار، ويكون قائما على الاقتصاد العيني. فهذه الرسالة عامة وشاملة، وهي رحمة وهي شفاء لأمراض داء النفوس وأمراض القلوب وكذلك لأمراض السلوك. الله جزاكم الله خيرا. نحن من التاريخ نعرف أن دولة الإسلام ما أسست على المجتمع الإسلامي فقط، بل كان هناك اليهود والنصارى وغيرهم من الناس. وما هو المطلوب منا تجاه المعاملات مع الأديان الأخرى حتى مع ظهور الأذى والظلم من جهتهم ومن قبلهم اليوم، ونحن نعرف هذا واقع اليوم. حينما أسست دولة الإسلام في المدينة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في المدينة اليهود وكانت في المدينة الوثنيون المشركون. أول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع اليهود والوثنيين الموجودين في المدينة المنورة وقالوا: خلينا نجتمع على الحقوق والواجبات. فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم وأملى الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة تسمى وثيقة المدينة، وهذه الوثيقة تتضمن 52 مادة كأنه دستور، 27 مادة تتعلق بحقوق اليهود وحقوق الوثنيين داخل المجتمع الإسلامي. أنا لما حللت هذه الوثيقة وجدتها أنها تقوم على المواطنة، حقوق وواجبات، وفي هذه المواطنة تصور لم يكن هناك فرق بين المسلمين وغير المسلمين في هذه الحقوق والواجبات، يعني ولم يكن هناك تجاه الدولة حقوق وواجبات يتساوي، يعني في نعم المسلم وغير اليهود لها حقوق توفير الأمن والأمان وغير والدفاع عنهم، وعليهم واجبات أيضا. كذلك المسلمون حقوق متقابلة على أساس المواطنة ولم تكن على أساس الدين. أما بالنسبة للمسلمين طبعا هو بالإضافة للمواطنة أهم شيء هو أيضا الأخوة الدينية اللي تجمعهم. لكن قصدي فهذه أول وثيقة، يعني أن نستطيع أن نقول حقيقة هذا أول دستور في العالم كله يصدر ويعترف بحقوق غير المسلمين داخل دولة الإسلامية. ولم يكن هناك في السابق. حينما جاء النصارى، جاء سيدنا مسيح عليه السلام، حاربه اليهود حربا شديدا جدا، وحتى ادعوا بأنهم قتلوه لكن لم يقتلوه، لكن حاولوا صلبه. فالله سبحانه وتعالى كما يقول، هم يدعون الآن اليهود والنصارى يدعون بأن سيدنا عيسى صلب، نحن لا نعتقد بهذا، لكن قصدي حاولوا وحاربوا الحواريين وأتباع سيدنا عيسى محاربة شديدة. وحينما تبنت الدولة الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية، حاربوا اليهود حربا شعواء جدا وطردوهم. وطبعا بقي هذه المطاردة إلى فترة الإسلام، ولم يبق لهم مكان إلا في العالم الإسلامي. كان العالم الإسلامي والدولة الإسلامية أيام العباسيين أو أيام العثمانيين، خاصة عثمانيين، احتووا، لأنه جاءت مرة أخرى طرد اليهود سنة 550 إلى 600، لكن دولة العثمانية 1550 إلى 1600، ولكن الإمبراطورية العثمانية أو دولة الخلافة كما نحن نسمي استوعبتهم واحتوتهم أكرمتهم. فلذلك أول دستور في العالم أنه يسمح دين بدين آخر وهو دين الإسلام،
ولو كان اليهود يحافظون على عهودهم ومواثيقهم ما كان هناك أي مشكلة، كانوا يبقون في المدينة المنورة. فلذلك وحتى مسألة الجزية ما يسمى بالجزية حقيقية الضريبة، صح. وهذه الضريبة تؤخذ من المسلمين كما تؤخذ من غير المسلمين. وهنا كانوا يسمون، حتى سيدنا عمر لم يمنع من أن يسمى الجزية زكاة، قال أيها غير المسلمين إذا أنتم تريدون تسمونه زكاة على عين ورأس، فليس عندك شيء. فحقيقة حقوق المواطنة ثابتة لغير المسلمين، هكذا عاش الإسلام. وكذلك لما توسعت دائرة الدولة الإسلامية وصلوا المجوس، كذلك قبلوا المجوس واعترفوا بهم وقبلوا منهم أن يكونوا مواطنين. وكذلك لما وصلوا إلى الهند الوثنيين كلهم، كل الأديان سمحت لهم. بل إن الإسلام بالمناسبة أخي الحبيب ومن خلالك جميع الإخوة والأخوات، أول آية تنزل وتجيز الجهاد بمعنى القتال، أول آية وترفع الحظر، كان القتال محظورا في العصر المكي، أول آية تتحدث عن حرية دينية، أنه يجب أن يكون القتال لأجل تحقيق الحرية الدينية لجميع الأديان. ولولا دفع الله الناس، طبعا في بداية يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع هذه لليهود ولولا صوامع للنصارى وبيع لليهود وصلوات لجميع من يدعي الصلوات، الوثنيون المشركون، أي شخص يدعي أنه يصلي لله أو لمعبوده يسمى صلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. حرية دينية، الإسلام يضحي بفلذات أكباده في سبيل تحقيق الحرية الدينية لجميع الأديان وليس للمسلمين فقط. طيب نرجع الآن مع هذا المسألة على المجتمع الإسلامي في روسيا. نعم. ونحن نعرف أن المجتمع الإسلامي هو مختلف على أديان صحيح. مختلفة، ونعرف من التاريخ أن في روسيا ما كانت حروب دينية بين الأديان، ما وقعت يعني في التاريخ، كانت على اعتقادات مختلفة لكن دينية ما كانت. ومع هذا يحاول الناس اليوم من أي جهات إدخال الناس اختلاف من هذه الجهة يعني. صحيح. المجتمع الروسي، أنا الحمد لله متابع المجتمع الروسي كالآتي: هناك روسيا الاتحادية وهي غالبية غير مسلمين لا شك، وهناك أقلية إسلامية، وهذه الأقلية الإسلامية تتمتع بحقوقها الدينية والحمد لله، ولهم حريتهم الكاملة في بلادهم وداخل حتى بلاد يعني إخواننا المسيحيين والأرثوذكس. فمن هنا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في دار الإسلام، كلما تحققت حرية دينية والناس يصلون ويصومون ولهم حقوقهم، حينئذ هذا دار السلم ودار إسلام، لأن دار السلم والإسلام أنت تقيم الإسلام. أما بالنسبة للدولة الإسلامية فهذه ما مطلوب أبدا من الأقلية الإسلامية. الدولة الإسلامية تكون حينما يكون المجتمع هو الذي يقبل بدولة الإسلام. فبالتالي الآن شرعا هنا حقوق المواطنة، فيجب على يعني كما أن الدولة أعطت الحرية وأيضا وعليها التزامات حقيقة اقتصادية واجتماعية، كما لا هناك مناطق فقيرة في المناطق بينما من خزينة الدولة تعطى، مش كذا ولا لا؟ صحيح. وبالتالي في مقابل هذه الحقوق شرعا لا بد أن يكون هناك حقوق متقابلة على المسلمين. المسلمين أيضا يحافظون على الأمن وعلى الأمان وعلى السلم وعلى الدفاع عن هذا البلد وعدم الخيانة فيه وعلى عدم رفع السلاح، لأن حقوقكم محفوظة. وبعدين أنتم هم مطلوبون بهذا من الشرع شرعا. نعم، لأنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. بالإضافة عندنا تأصيل آخر، وهو أن هذه الالتزامات داخلة في العقود في الدستور. أنت كمسلم قبلت بهذا الدستور، دستور الروسي، وهذا الدستور الروسي يفرض عليك بعض الحقوق، وهي لا يخالف أن تكون جنديا، ما في مانع شرعا أن تكون جندي تحمي هذه البلاد، أن تكون موظفا، أن تكون كذا. هذه الأمور كلها ليس فيها مخالفة شرعية، لأنه لا يأمرك أن تسجد للشيء، لا يأمرك أن تترك عبادتك، هذا والمخالفات لا يأمرك بمخالفة عقيدتك. فبالتالي المسلمون مطالبون شرعا: يا أيها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود. هذه العقود المواثيق تنظم العلاقة، والحمد لله اليوم متاح لك أن تدعو إلى الله. وأساسا القتال في نظر الإسلام، جهاد بمعنى القتال، لا يفرض إلا لرد العدوان. حينما يقاتل لا يفرض إلا لمنعك من تدينك، واليوم الحمد لله تدينك مسموح، بل أنت لك الحق أن تدعو الناس، تدعو إخوانك الأرثوذكس، تدعو إخوانك اليهود، تدعو إخوانك الآخرين. هو الواجب أظن يعني، وهذا واجب المطلوب علينا. فبالتالي أساسا جهاد لأجل إيش؟ لأجل الدعوة اليوم. هو الجهاد وجاهدهم به. أيوة. والقرآن الكريم لم يستعمل الجهاد إلا بلفظ الجهاد الكبير إلا لجهاد الدعوة، وجاهدهم به أي بالقرآن ونشر القرآن ونشر أخلاق القرآن ونشر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ونشر الفضائل. جاهدهم بهذه الأمور جهادا كبيرا. ولا يوجد في القرآن الكريم أبدا، وأنا حافظ القرآن والحمد لله، لا يوجد في القرآن الكريم وصف للجهاد الكبير إلا هذا الجهاد. كما قلت جهاد القتال أذن، يعني معناه كان إيش؟ لم يكن مأذونا فيه. أذن للذين يقاتلون يعني إيش؟ أن تقاتل تدافع عن نفسك. فالقتال هو للدفاع عن النفس، واليوم الحمد لله ما تحتاج لدفاع عن النفس، تحتاج لأنك تدعو، لكن تدعو بإيش؟ بالقدوة الحسنة، بالأخلاق الفاضلة، ولعلم الحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة جانب العقلي، صحيح. الموعظة الحسنة مواعظ الإيش؟ الجانب العاطفي، الجانب الرحمة. وعندما تدخل في الجدال لا يجوز لك أن تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم أكد الله ذلك بالنهي وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأحسن أحسن طرق، أحسن وسيلة، أحسن أسلوب، أحسن كلمة، في أحسن مكان، في أحسن زمان. ولو وجد أسلوبان أحدهما حسن والآخر أحسن لا يجوز أن تستعمل الأسلوب الحسن، بل يجب أن تستعمل. هذا هو موقف الإسلام إخوتي. لذلك يجب أن على شبابنا، إحنا في الاتحاد العالمي بالمناسبة ندعو الشباب وندعو حتى بعض العلماء، يا تعالوا أخي ادعوا إلى الله سبحانه وتعالى وعرفوا بالإسلام في أوروبا في أفريقيا، والله لا يأتي إلينا إلا على عدد الأصابع. والمتشددون يطالبونهم بأن يروحوا لأن يقتلوا أنفسهم والله، ويقتل المسلمين أخي. في روسيا من يقتل؟ بالآسف في سوريا من يقتل؟ مسلمين. في العراق من يقتل؟ أطفال ونساء. مسلم يقتل مسلم. صحيح. وأطفال ونساء. هنا يروحون إلى هناك ولا يأتون إلى هذا حقيقة سبحان الله، هذا جهل بحقيقة الإسلام، وهذا لا يجوز للشباب المسلم. يجب عليه أن يتفكر، أن يفكر هل هذا صحيح؟ شوف المسلمون الأوائل السابقون، عفوا بس دقيقة واحدة، بالدعوة راحوا إلى أندونيسيا وإلى شرق آسيا. اليوم 450 مليون نسمة في شرق آسيا دخلوا في الإسلام ولم يدخل فاتح عربي ولا غير عربي، كله بالدعوة. صح. يعني الإسلام ما جاء لإنعدام الناس وقتالهم، بل حتى يعيشوا. وما جاء لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وهذا في سورة البقرة من أواخر ما نزل. ثم في البداية في سورة المكية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في مكة هكذا يقول، وفي المدينة نفس الكلام. لا إكراه في الدين. أساسا الدين الذي يفرض بالإكراه لا قيمة له ولا يقبل في الإسلام. فضيلة الشيخ، نحن نعرف أن خلاف في أمة الإسلام دخل منذ زمان. صحيح. كيف عالج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والسلف الصالح هذه الخلافات، وفي أي أشياء كانوا يختلفون؟ أولا كان هناك حقيقة في البداية مع الأسف الشديد الفتنة الكبرى بعد استشهاد ومقتل سيدنا عثمان، عالجه الصحابة حقيقة بالتنازل. زي آخر شيء سيدنا حسن جدنا، يعني أنا جدي حسين لكنه سيدنا حسن هو عمنا، فهو تنازل عن هذا الحق، وهو كان يستطيع أن يحارب، وتنازل لمعاوية بشروط وضوابط، وانتهى الحمد لله الحرب. وهكذا تنازل، يعني هو صاحب الحق. كان سيدنا حسن ابن سيدنا علي ابن سيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تنازل عن الحق حماية واحتراما لجماعة. ولذلك سمي هذا العام عام الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر بهذا، قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وقد فعلا هكذا فعل.
أما في الخلافات الأخرى حقيقة كان هناك الخلاف نوعان. الخلاف نوعان، خلاف في أمور العقيدة، خلاف في أمور الفرعيات والفقه. الخلاف الفقهي ما كان هناك أي إشكالية بين الفقهاء. شوف كلهم تسلسل واحد، يعني ودول أئمة المذاهب الأربع. سيدنا أحمد تلميذ ويفتخر بتلمذته لإمام الشافعي، وحتى قال إذا ما وجدتم رأيا من آرائي خذوا من رأي الشافعي. صح. وإمام الشافعي تلميذ لمحمد بن حسن الشيباني الحنفي الكبير، أم حسن تلميذ أبي حنيفة، وفي نفس الوقت تلميذ لمن؟ لإمام مالك. شوف كانوا هكذا، وكل واحد يمدح على الآخر. يقول سيدنا الشافعي يقول إذا جاء الأثر أي الحديث فمالك النجم. ويقول لسيدنا أبي حنيفة رحمة الله عليه العلماء كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. ويقول كذلك لإمام أحمد أيضا ما تركت بغداد وما تركت فيها أعلم ولا أورع ولا أتقى ولا من أحمد بن حنبل. هكذا كانت العلاقات، وهكذا كانت حقيقة المذاهب الفقهية، كان رحم. هذه الاختلافات رحم. يعني احنا الآن مثلا في المذهب الشافعي الذي يقول أنه ينتقض الوضوء لازم أنت تروح إلى الحج لابد. مثلا الأحناف بالمناسبة عندما يكونوا مسافرين أيضا يجمعون الآن. ليش؟ يقلدون المذهب الشافعي. فلذلك كله رحمة أخي. يعني كما قال عمر بن عبد العزيز قال إجماعهم حجة، إذا أجمع العلماء حجة على عيننا ورأسنا. هو يتكلم عن إجماع الصحابة، واختلافهم اختلاف الصحابة واختلاف الفقهاء رحمة، فنستطيع أن نأخذ من هذا الرأي يعني. وسعة في الدين. فلا يجوز للمسلمين اليوم أن يحولوا هذه الاختلافات إلى زحمة، إلى شدة، إلى قسوة. أما الاختلاف في أمور العقيدة أمران أيضا، اختلاف في الأصول، وهذا طبعا إذا هذا الاختلاف في أصل العقيدة يخرج الإنسان من الدين، ولكن ما عدا ذلك كل الاختلافات الفرعية، حتى اختلاف المعتزلة وحتى اختلاف الخوارج، تصور الذين يقولون بأشياء، حتى اختلاف الشيعة، كل هذه الاختلافات علماؤنا السابقون لم يكفروهم بأعيانهم، وإنما ربما كفروا ببعض الصفات، قالوا من قال هكذا ومن هكذا. يعني علماءنا يقولون رغم أن أصول البدعة 4 وهي كذا وكذا، لكن لا نكفرهم، ليس من منهجنا التكفير. وهذا. أما اختلافات الأخرى داخل أهل السنة والجماعة نفسها، مثل مثلا اختلافات الأشعرية والماتريدية، واختلافات كذلك بعض أهل الحديث، كانوا يسمون أهل الحديث والآن يسمون أنفسهم سلفية. هذه الاختلافات كلها في دائرة الاجتهادات الفرقية في العقدية، وهي أيضا من الفروع وليس من الأصول. لماذا؟ لا يجوز تكفير بها. لا مش تكبير ولا تفسيق ولا التبديع. لا يجوز أن نقول والله هؤلاء مبتدعة ولا هؤلاء، كل واحد يأخذ بهذا الرأي. إخوة. والأبواب الجنة أخي الحبيب 8. صح. فممكن أشاعر يدخلون في هذا الباب، والماتريدية من هذا الباب، وأهل الحديث يدخلون من هذا الباب، والمفوضة يدخلون. أخي لماذا نحن نضيق على الناس؟ صحيح. والله العظيم دول أخي، ورحمة الله واسعة. رحمة الله واسعة. لماذا نحن نضيق الواسع؟ يعني هذا يجوز. إذا كان علماءنا السابقون كل علماء السلف لم يكفروا المعتزلة وهم ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الدنيا. طبعا في الدنيا نحن أيضا. شوف أخي، ومع ذلك ما كفرناهم ولا كفرهم. طيب احنا كيف نكفر أهل السنة؟ كيف نكفر الأشاعرة؟ كيف نكفر الصوفية؟ كيف نكفر فلان وفلان؟ ما يجوز. خلينا نتناقش فيما بيننا. التكفير، أنا أقول حتى إمام أحمد يقول مسألة الولاء والبراء، التوسع في دائرة البراء والتضييق في دائرة البراء ليس من أهل السنة، إنما هو من أصول الخوارج. هذا يقول إمام أحمد، الذي دول إخواننا السلفيين يقول إمام أحمد إمامنا، يعتبرون إمامه طبعا. وهو إمامنا جميعا. نحن نعتبر كل أئمتنا. شوف أخي، فلذلك لا يجوز هذا التكفير. أخطر شيء الذي أصابنا وفرق الأمة تكفير الأمة، وهو منهج الخوارج الذي الرسول صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وبين صفاتهم المذمومة وبين خطورتهم على الأمة وخطورتهم على المجتمع، وأنهم قالوا أنهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. دول كلهم بسبب التكفير. جزاكم الله خيرا.
قد بينت في المؤتمر الديني الدولي نعم. الذي وقع بالأمس الاعتدال في الدين والطريق إلى السلام وحسن الجوار والتقدم بعض المسائل التي وقع الخلاف في المجتمع الأنغوشي خاصة بسببها، مثل الأكل وتقدم الطعام في التعزية. صحيح. يعني التصدق في الأيام التعزية. صحيح. وكذلك إقامة الذكر في التعزية لهبة الثواب من الذكر إلى الميت وغير ذلك من المسائل الخلافية التي نفعلها نحن الصوفية. صحيح. والسؤال كيف نعالج هذا الخلاف؟ صحيح. وهل يسمح لنا أن يكون بيننا العداوة على أساس هذا الخلاف؟ تمام. بارك. أنا أمس حقيقة الحمد لله أجبت على هذه الأسئلة إجابات وافية وشافية وكافية وبأدلة شرعية من الكتاب والسنة، ومعظم هذه الأشياء كما قلنا أو كل ما ذكر تقريبا وضعنا لها ضوابط وقلنا إنها جائزة، وقلنا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أيضا جائز، يعني إطعام الطعام من أقارب الميت لأهل الميت ولغيرهم جائز، الثواب قراءة القرآن الكريم يصل إلى الميت، كلها تقريبا حوالي 20 سؤال أجبنا بالإجابة الصحيحة والحمد لله، والإجابة يعني مدللة، وقد سمعه الإخوة المفتون. وكذلك أيضا مما أثار ربما بعض الأمور بعض يعني إثارة مسألة الحركة أو الحركات في الذكر. فأنا بينت بأن الحركات العادية في الذكر ما دامت لا تقضي على خشوع الإنسان وعلاقة ما في مانع، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وإنسان حينما يكون قائما يتحرك. فما أقول، ولكن قلت كان هناك إشكالية في مسألة الرقص، وقلت الرقص إذا كان مصاحبا بالغنى والموسيقى وبعض الأشياء فهذا طبعا إذا كان رقصا مجردا فقلنا هذا محل خلاف، وما دام وإن كان رأي أنه مع رأي الجمهور في أن المفروض والمطلوب والأفضل أن نبقى خاشعين ولا ندخل في هذا، لكنه مع ذلك قلت اليوم وأقول وأؤكد بأن هذه المسألة داخلة في إطار الاجتهادات وداخلة في إطار العلاج بالحكمة، ولا يجوز أبدا التفسيق فيها ولا التبديع فيها، وإنما يجب أن نجلس. وقلت اليوم في خطبة الجمعة وفي كلمة الجمعة بأن الحكمة ومقصد الشارع من العبادات ومن الذكر هو التآلف بين الإنسان وأخيه الإنسان، والتقوية الروح بين الإنسان وربه والقلب السليم. إذن لا يجوز أن تكون هذه الأسباب وسيلة للاختلافات فيما بيننا، لتكفير بعضنا لبعض، لترك بعض المساجد، أو أن لا نصلي وراء هذا الشخص لأنه يقول هذا لا يجوز. يا إخوة الكرام، أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يتركوا هذا حقيقة، هذا يفرق الأمة. قول أن هذا الإمام هذا لا يجوز، لا نصلي خلفه، وأنا كلمة اليوم نفتح مسجد جديد لا يجوز هذا. ليش؟ شوف انظر، الوحدة في الشريعة الإسلامية فريضة شرعية وركن من أركان الدين. أساسا الله سبحانه وتعالى يوحدنا في التوحيد، ننطلق من توحيد الله إلى توحيد الأمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون، يعني آيتين موجود في سورة المؤمنون وكذلك في سورة الأنبياء. فلذلك لا يجوز أبدا أننا يؤدي ذلك. خل يأخذوا هذا من القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر لنا أن سيدنا هارون وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسول الله، مش بس مجرد نبي بل رسول من رسل الله مع سيدنا هارون، حينما ذهب سيدنا موسى إلى الجبل وعاد كان قومه اختلفوا واختروا بفتنة السامري، وبعضهم سجدوا للأجل. فهنا سيدنا هارون بحكمته فكر، قال أنا أحافظ على وحدة الأمة والشعب، فلم يتكلم. وقال برجوكم أن تنتظروا. ولما جاء سيدنا موسى كما في القرآن الكريم وغضب وأخذ بلحيته ورأسه يجره إلى آخره، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ليش؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فسيدنا هارون صبر على الشرك لأجل وحدة الأمة، فكيف نحن لا نصبر على أمور خلافية فيها مجال، حتى ولو كان الأرج ضعيف فيها مجال، فكيف لا نصبر على إخواننا؟
نقول نعمل ونترك. أساسا لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. لا يجوز للمسلم أن يأتي ويفرق بين مسجد ومسجد آخر، لأن هذه فتنة، فهذا لا يجوز. أرجو من أبنائي وبناتي أن لا يأخذوا بهذه الآراء المتشددة التي تأتي من الخارج بصراحة ولا تأتي من الإسلام بصورة صحيحة. ولو كان هناك شيء، أنا أقول هذا الكلام، ولو كان هناك شيء نناقش. أنا قلت لا مانع من أننا نرتقي بالمجتمع ونرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بالحكمة والموعظة الحسنة والتدرج المطلوب والتآلف، وليس بالتكفير. وسيلة الدعوة لا يمكن بالتكفير. نحن دعاة أساسا هؤلاء الإخوة الكرام إن كانوا يدعون أنهم أصحاب حق يجب أن يكونوا دعاة، والدعاة لا يجوز له الدخول في التكفير والتفسيق، إنما يجب عليه أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون جداله بالتي هي أحسن. أما الحكم بالكفر هو من وظيفة القاضي. صح. القاضي هو يحقق هل قلت هذا، هل أردت هذا، لأن علماءنا السابقين حتى ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا علماءنا وعليه ماذا يقولون؟ ابن تيمية نفسه كذلك يقول لو أن كلام إنسان مؤمن يحتمل الكفر في 90 وجه احتمال أنه يحتمل، لكن في وجه أو وجهين يحتمل الإيمان، فلا يجوز أن نحمله على الكفر. الحمد لله. فلا يجوز أن نحمل أخي. هؤلاء الذين يذكرون وحتى يرقصون، هل هم يريدون الكفر؟ يريدون الجنة أبدا طبعا. كما قال سيدنا علي رضي الله سيدنا علي لما قال لماذا لا قال له لسيدنا علي قالوا لماذا لا تكفرهم؟ قالوا ما بالعكس مساكين دول خوارج. قال كيف هم دول من الكفر يفروا، هم يفرون من الكفر فأنا أروح أكفرهم؟ لا. جزاكم الله خيرا. نشكرك. وختاما نريد لكم التوصية. نعم. أي نعم. للشباب. نعم. وشعبنا الغوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة قبل التوصية أود أن أطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول لا يشكر الله من لم يشكر الناس. ولذلك أنا أقدم شكر الجزيل حقيقة للشعب الأنغوشي الذي تعرفت عليه، والشعب القوقازي بصورة عامة، كرمهم وكرم ضيافتهم. فكنت في أنغوشيا ما حسيت بأني حقيقة ضيف، وإنما حسيت بأني واحد منهم. كذلك لما كنت في داغستان، ولما كنت في بقردين، ولما كنت في شيشان، وهكذا. أقدم شكري لهذا الشعب العظيم، شعب القوقاز بصورة عامة، والشعب الأنغوشي بصورة خاصة. وكذلك الشكر والتقدير والدعاء للسيد الرئيس أستاذ يونس بيك حقيقة على استقباله لنا في المطار، وعلى بقائه أمس من بداية المؤتمر إلى نهاية. وهذا حقيقة قلما يوجد رغم مشاكله رغم مشاغله. وكذلك الشكر لفضيلة المفتي سماحة الشيخ عيسى، بصراحة رجل مبارك حفظه الله أعتز به، أيضا نشكره. ونشكر كذلك لكل الإخوة الذين كانوا معنا وخدمونا، فلهم الشكر. وكذلك لا ننسى بالشكر الحكومة الروسية الاتحادية على منح الفيزا بسهولة، والتسهيلات التي قدموها لنا بصراحة وسماحهم لنا. هذا حقيقة محل تقدير لنا للحكومة الروسية رئيسا وحكومة وشعبا. هذا من باب الواجب الإسلامي الذي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما وصيتي للشباب هو وصية الله فيهم التقوى. والتقوى تقتضي أن نخاف الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى تقتضي حسن الظن وحسن اليقين بالله أولا، ثم بالناس أجمعين، وسلامة القلب. ولذلك يأتي بعد التقوى الأمر بالوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا. إذا لم توجد تقوى والخوف من الله، ووجدت حظوظ النفس والتعصب الأعمى لآراء، لا يمكن أن يكون هناك وحدة. ولذلك وصيتي الثانية التزام بالوحدة. وصيتي الثالثة أن يلتزموا بالثوابت الإسلامية
وأن يعذر بعضنا البعض في الأمور المختلفة، وأن هذه القضايا، أقول كل هذه القضايا الخلافية هي ليست من القضايا الجوهرية التي يجوز أن يكفر بها ولا يجوز أن يكفر بها، أو أنه يجوز أن نترك الآخرين من أجلها. فلنكن إخوة متحابين، فلنحافظ على وحدتنا، فلنحافظ على أخوتنا، فلنحافظ على كرامتنا، فلنحافظ على محبتنا وتآلفنا. الأمر الآخر الذي أوصي به حقيقة مهم جدا، أوصي الشباب بالعلم والقراءة والإبداع والإتقان والإحسان في العمل. فهذا الإبداع العلمي هو الطريق حقيقة لتقدم الأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم في آخر الآية الثانية ماذا يقول؟ ليبلوكم أي يمتحنكم أيها المسلمون بين بقية الأمم أيكم أحسن عملا. فنحن امتحاننا عند الله في هذه الدنيا بأحسن عمل وليس بالعمل. والعمل فقط لا يقتضي فقط العبادة، لا، العمل هو أعم من العبادة. العمل هو أشمل من القول والفعل. عادة عندنا قول وعندنا فعل، العمل هو أشمل من القول والفعل، أشمل كل الإبداعات في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، في مجال التجارة، في كل مجالات الحياة، في مجال العلوم، في مجال التقنيات، في مجال المواصلات، كلها أحسن عملا. الأمم الأخرى تقدمت بإيش؟ صحيح، بهذه الأمور. فنحن نريد من المسلمين أن يكونوا أحسن عملا في المجالين، في الدنيا مثل بقية الأمم، وفي الآخرة كذلك لأمور الشعائر والعبادات. هذه وصيتي فيهم، والله لو أخذوا بهذه الوصايا سوف ينجحون في الدنيا ويفوزون إن شاء الله في الآخرة ويتقدمون وإن شاء الله ويكونون قدوة طيبة للآخرين. شكرا وجزاكم الله خيرا، أحسن الجزاء عنا وعن الإسلام عامة. آمين. أشكركم. أعيد أن ضيفنا اليوم كان شيخا كبيرا، علي محي الدين كرداغي، رئيس اتحاد العالم الإسلامي للمسلمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.